قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتشكر الله لا إله إلا الله. أولا كده يا قلب أخوك، عاوزك تشترك في القناة وتعمل لايك وتعليق حلو كده منك. النهاردة هنراجع موبايل أيفون 8 بلس كأنك واحد جيمر أو صانع محتوى، وكمان هتستخدمه استخدام شخصي. نبدأ بأهم حاجة في الموبايل. أهم حاجة هي المعالج هو اللي هو هنا A11 بايونيك. هو معالج كويس لغاية دلوقتي وبيقدم أداء كويس، ويعتبر الأفضل في الفئة السعرية دي اللي هي ما بين ال 5000 إلى 6000 جنيه. أكتر من كده ما تدفعش الصراحة، علشان هو في موبايل مفيش يعني في حاجات أفضل منه ب7000 جنيه. يعني ما تجيبش، لو أنت هتجيبه كجيمر ومعاك 5 6 ما تجيبش أقل من كمان. المعالج ده يا صاحبي هيديك 60 فريم. هي 60 فريم كويسة بالنسبة لواحد بيلعب ببجي 40 أو 30 فريم، لكن أعلى من كده هتلاقي إن الجهاز مش بيديك قد كده. يعني هو كفئة سعرية 5000 جنيه فكويس تمام. فهتبقى سلسة وكل حاجة، بس مش نفس الأندرويد الجديد أو أيفون جديد 200 فريم يعني تمام. ونجي بعدين على الكاميرا هنا كويسة يا صاحبي، وهي أفضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته اللي هي 5000 و6000 جنيه. مفيش موبايل أندرويد نفس الفئة السعرية دي كاميرته حلوة أو أيفون تمام. بعد كده بقى نيجي على اهم حاجه، هي الماسكه يا صاحبي بتاعت التليفون دي مريحه جدا، لان هو ولا كبير ولا صغير، حاجه متوسطه مناسب لجميع الايادي. لو انت كنت ايدك كبيره او صغيره او حاجه زي كده يعني هتقضي معاك الدنيا. لكن لو انت واحد هتجيب الموبايل لصناعه المحتوى الجيمنج فهيبقى كويس جدا، ولكن هيبقى فيه مشكله بسيطه تمام. ان انت كمونتاج افضل البرامج حرفيا في المونتاج هي موجوده على الموبايل، مش موجوده على موجوده على الاندرويد قصدي، مش موجوده على الايفون او موجوده على البي سي تمام. ولو انت بتلعب بتسجيل شاشه يبقى احسن من الاندرويد، لان انت ينفع تسجل صوتك وصوت صحابك انت وبتلعب وبجوده عاليه كمان، ولكن برامج المونتاج مش هتبقى موجوده يعني زي ما قلت. ونيجي للعيوب، لو انت جيمر وبتستخدمه استخدام عادي، ما فيهوش مدخل 3.5 مللي اللي هو بتاع السماعات العاديه ده، فانت هتضطر تجيب له مكسر. التحديثات بتاعته واقفه تمام، يعني ما فيش تحديثات تاني من ايفون. يعني هيقعد معاك سنه سنتين 3 سنين 4 سنين بالكتير، وبعد كده هيقف مش هيقف. هو التليفون هيبقى كويس معاك، ولكن هتبدا هتلاقي اليوتيوب وقف، الواتساب وقف زي كده تمام. عايز تبريد او مبرد، وبالمناسبه دي هتلاقي رابط الستور تحت، لو ما لقيتش رابط ادخل كلمنا على الرقم بتاع الواتساب اللي تحت ده واطلب المبرد. عندك جميع المبردات بافضل الاسعار، ادخل اسالني واسال على اي مبرد وهتلاقي ارخص من اي حته في عايز. وفي عيب تالت بقى، انك لسه ما اشتركتش في القناه تمام، واخوك لسه بيبدا صناعه محتوى، واتمنى ان انت تدعمه. ولسه يعني هتلاقيني بتلخبط في الكلام وكده عشان انا لسه ما بعرفش اقرا سكريبت. وشكرا كده. وعلشان انت كملت الفيديو يا صديقي، انا هقول لك الخلاصه ان انت تجيب الموبايل ده لو معاك 5000 6000 جنيه تمام. ولو انت هتجيبه لو انت هتصور، لكن هتمنتج زي ما قلت لك. وبس كده يا اخويا وسلام. ثانيه، والبطاريه مش هتكمل معاك قوي، يعني البطاريه مش قد كده، لان في منافسين احسن، ولكن هبقى انزل لهم مراجعات. ولكن الموبايل ده كويس برضه.